كتير كتبت لي في الكومنتات والتعليقات لما بنيجي نعمل حاجة في القلاية الهوائية بتتحرق. عايز اقول لكم بقى ان كل حاجة لها استخدام معين، وهنبدأ اول حاجة بالبطاطس هوريكم تتعمل ازاي تطلع مقرمشة وترش لها زيت قليل. اكتبوا لايك وشير ونبعد عن اذية الغير، ويلا بينا هنجوم الكوكب. اول حاجة هنجيب البطاطس ونقشرها عادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما قشرتها هبتدي ان انا اقطعها صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لو عايزينها شيبسي مفيش مشكلة. لما قطعنا البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هجيب ميه بتغلي من الكاتل وابتدي ان انا انزل بيها على البطاطس. هيكون شكل البطاطس بعد 10 دقايق من الميه السخنه. هنعمل ايه بقى؟ لازم انشفها من الميه كلها، لازم ما يكونش فيها ميه خالص. ابتدي بقى ان انا اجيب القلايه وابتدي ان انا اشغلها قبلها بدقيقتين، واظبط برنامج البطاطس. بصوا على برنامج البطاطس درجه حراره 200 وتقريبا بتاخد 18 دقيقه، وابتدي ان انا اشغلها بالبطاطس وكل درج حسب حجمه. وبعد ما نزل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده هبتدي ان انا اجيب البخاخه وابخ زيت في كل حته في العادي جدا الدرج، وابتدي ان انا اشغل. المفروض بقى ان هي في نص الوقت بتزمر عشان اقلب البطاطس وارجع اقفلها تاني. ده هيبقى شكلها بعد نص الوقت. هي زمرت من شويه بس انا ملحقتش اصورها. هبتدي ان انا اهز كده بالشكل ده كده بقى، وابتدي ان انا ادخلها تاني. بص اهو، واسيب الوقت يكمل. شكلها بعد ما الوقت خلص بصوا مقرمشه وما اتحرقتش ولا حاجه. لو عايزين بقى تعرفوا تعملوا السمك فيها ازاي وتعملوا الفراخ فيها ازاي اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم كل حاجه يا نجوم الكوكب. وما تنسوش المشاركه للفيديو عشان كل الناس تستفاد.